في مصطلح اسمه الحرب النفسية. الحرب النفسية دي هي أداة ضمن أدوات الحرب الخفية، وبتعتمد على طريقة تأثير المعلومات والآراء والمشاعر والسلوكيات بطريقة بتدمر بيها الحالة النفسية والحالة المزاجية، وبالتالي بتصبح حضرتك عرضة للاكتئاب وللإحباط. لذلك بحثت عن أكتر 5 أشياء نعملها نحمي نفسنا من الحرب النفسية الدايرة دي. رقم 1، تراجع عن الخوف، أو ما تنشرش الخوف بقصد أو بدون قصد عن طريق الشائعات أو مواقع التواصل الاجتماعي. فخليك عارف إن هي دايرة، أنت بترملها حاجة بتلف الدايرة وتجيلك من نفس الشيء تاني. ماذا لو حدث بالفعل؟ يبقى خلاص قدر الله وما شاء فعل، إحنا ناس مؤمنين. تاني حاجة، حاول ترفع طاقتك الإيجابية عن طريق شحن النفس بأشياء زي سماع القرآن الكريم، أو تسمع كلام عن ربنا، أو تقرأ كتاب، أو تتأمل في الكون بعض الوقت كل يوم، أو طبعا الصلاة. تالت حاجة، اقفل التليفون أو التلفزيون، أو اقفلهم الاتنين مع بعض. خد بعض الوقت اشحذ المنشار بتاعك، خد استراحة محارب في خضم هذه الأخبار والشائعات والأفكار. كل يوم ولو ساعة بس اقفل التلفزيون واقفل التليفون وريح دماغك شوية علشان نقدر نكمل إن شاء الله. 4، بلاش تسأل نفسك ماذا لو حدث. غير كده من أسوأ الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها في نفسه وقت الخوف إنه يقول ماذا لو حدث عكس كده، وطبعا ده بيكون أمر سلبي جدا. الشيء المعاكس ده اللي هو انت بتفكر في أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل، وبيعطي مساحة للعقل للتفكير في الأسوأ، وبيدعم حالة الذعر ويقويها. لذلك فكر في اللي انت تتمناه انه يحصل وليس فيما لا تتمناه. رقم 5، كن على يقين من أن الله لن يفعل إلا الخير والحق. حاول تفكر في ده، وإن لكل شيء قدر والكل شيء قدر، ودي أقدارنا. فلنتواصل مع الكون بحالة إيجابية، ونحسن الظن بخالق الكون، ونتأكد إن كل شيء بيحدث في هذا الكون له حكمة وعبرة. دي من ضمن النصائح اللي تقدر تحاول تحافظ على نفسك بيها في الأيام دي. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.